اقول لكم ان دي كمية الملوخية اللي انا جمعتها، ما شاء الله اللهم بارك. يعني ملوخية كتيرة جدا 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 جدا. يعني ما اقولكوش ما شاء الله اللهم بارك، يعني كتيرة كتيرة كتيرة. يعني لو انا بخزنها هتكفيني سنة كاملة. ادي حصاد الملوخية يا جماعة النهاردة، ما شاء الله اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. يا رب دامت ايامكم كلها اعياد وحمد وشكر ربنا اللي احنا بصحة وعافية. وطبعا عيد اضحى مبارك. هو اي نعم خلص العيد والاجازة بدأت انتهت النهاردة ورجعنا لشغلنا تاني، بس بقى فين اللايك؟ يلا انا عايزه لايك كده بالله عليكم، ما تنسوا اللايك وتدعيمكم اللي انا بستناه ولايكاتكم وكمان تعليقاتكم الجميله. انا طلعت على السطح، معلش بقى اتاخرت عليكم الفيديوهات شويه. والله بقى العيد بقى والزيارات وحبايبنا واهلنا وناسنا وكده. زي ما انتم شايفين كده الملوخيه بقت كبيره جدا ما شاء الله، عايزه تتجمع بقى، واللحمه كتير نعمل ملوخيه بلحمه وكده مع بعضنا ان شاء الله. الملوخيه ديت مش هتبقى تعتبر بتاعتي بس، ده بتاعت كل الناس اللي انا بحبهم طبعا. حد ناس كتير منها ملوخيه. مش عارفه انا فيا حاجه بحبها قوي، اني دايما بحب الناس تاكل معايا كل حاجه. يعني اي حاجه بتطلع في الارض والله العظيم والله العظيم ممكن اكون انا مش اول واحده اكل فيها، واحب كده اطلع هدايا. انا من النوع ده صراحه، بحس ان ربنا قوي بيبارك في الحاجه اللي بنتوها ونطلعه منها يعني بتزيد والله يا جماعه. ما تبخلوش على حاجه عندكم. ادوا الايد اللي عطاءه دي حلوه، ربنا بيحب قوي الايد اللي بتدي صراحه. ودايما بحب دعوه امي ليا وهي بتقول لي يا رب يا مروه يجعلك ايد بتدي مش بتاخد. بقول لها طب خليني الاثنين ادي واخد. ملوخيه النهارده، وهجمع اللوبيا وهجمع الملوخيه وهجمع البتنجان وهجمع الطماطم. صراحه النهارده يوم كامل كده متكامل، فيه حاجات كتير قوي عايزه اجمع. اللهم صل على سيدنا محمد. فرحانه قوي النهارده اما حد يقابلني يقول لي انا مبسوطه قوي بسطحك يا ميس مروه، سطحك جميل قوي، انا عايزه اعمل سطحي زي سطحك كده. بسم الله ما شاء الله، ببقى مبسوطه جدا يعني صراحه. بس ما تنسوش اللايك برضه. ما شاء الله. وكذا حد بقى يسالني في الزراعه كاني بقيت خبيره، ما يعرفوش اللي انا يعني كده، بس بحاول اتعلم يعني. وكمان عايزه اقول لكم حاجه كمان، اللي انا هعمل كمان كود جديد النهارده. عشان ان شاء الله ناويه ازرع فراوله وازرع ترمس وهزرع حاجات كتير قوي، المحاصيل الصيفيه. ما شاء الله الملوخيه كتير، الملوخيه كتير ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. حلو كل حاجه تبقى على السطح موجوده كده ونطلع نجيب منها. عايزه اقول لكم والله العظيم السنه اللي فاتت اللي انا اشتريت بحوالي مثلا 100 جنيه ملوخيه عشان انشفها، لان انا من هوايات الملوخيه الناشفه جدا. يعني تنشف طبعا وتتحط في الفريزر يفضل طول السنه الناس تاكل منها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الملوخيه فعلا كتير كتير كتير، ده انا لسه فاضل حوض كمان ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. ملوخيه كتير 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 بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. ملوخيه كتير ولسه كمان بنجمع، لان الملوخيه يعني ياما 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 يعني. بسم الله ما شاء الله. دي الملوخيه بقى اللي انا زرعاها متاخر، بس ما شاء الله بقت كبيره زي الملوخيه اللي انا زرعاها بقالي فتره ما شاء الله. دي بقى عايزه الواحد ياخد باله منها كويس وهو بياخدها، عشان فيها جوه بقى شهد وكرات، عايزه عنايه قوي قوي. دي الواحد خايف هو كانت تقيله قوي ما شاء الله، كانت تقيله قوي
تقيله زياده عن اللزوم. هي اصلا شهدافه. ربنا يستر بقى. ده في كوسه اهي. بصوا انا هقعد اجمع كده وبعد كده نكمل الفيديو مع بعض. اقول لكم ان دي كميه الملوخيه اللي انا جمعتها ما شاء الله اللهم بارك. يعني ملوخيه كتيره جدا 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 جدا. يعني ما اقولكوش ما شاء الله اللهم بارك. يعني كتيره كتيره كتيره. يعني لو انا بخزنها هتكفيني سنه كامله. ادي حصاد الملوخيه يا جماعه النهارده ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم جمعنا ملوخيه كتير جدا زي ما انتم شفتوها كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بزياده كبيره جدا جدا. دلوقتي بقى انا عندي ايه؟ هنجمع اللوبيا دي انا واخداها من الاستاذ باسم. يعني عايزين نقوله بسم الله ما شاء الله حصد يعني السطح بسم الله ما شاء الله متنوع قوي، متنوع في كل حاجه. يعني انا عايزه اقول للناس اللي ما بتزرعش يلا قوموا ازرعوا كده وسيبكم الكسل اللي انتوا فيه. اقسم بالله حاجه كده اخر جمال واخر حلاوه كل حاجه. وسبحان الله بيبقى لها طعم تاني خالص. يعني عكس اي طعم انت ممكن تتوقعه في حياتك. جميل جدا جدا الاكل بتاع ما شاء الله ما شاء الله. لوبيا هي ناشفه جميله جميله جدا ما شاء الله اللهم بارك. والله يا جماعه ما اخفيش عليكم انا ناقصني حد يصورني. يعني بجد يعني انا محتاجه حاجه كده اتصور. يعني حد يصورني كده، حد يتبرح كده من حبايبنا ويقول لي اشتغل لك مصور يا استاذه مروه. وانا هبقى مبسوطه جدا جدا لو هو جه يشتغل معايا ده. عايزه اقول لكم اللوبيا دي نشفت ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. حاجه كده ولا في الخيال. دي شجره واحده فيها ياما جدا لسه فيها. يعني لما يبقوا ناس وحدانيين زينا كده يعني ما شاء الله. طماطم يا جماعه. عايزه اقول لكم ان التليفون وقع مني في اللحظه دي. التليفون وقع مني اقسم بالله. الجو صعب قوي. يعني الناس كلها عندها حر وانا هنا عندي على البحر هوا جامد. يعني ما شاء الله الطماطم ما شاء الله اللهم بارك. طماطم كل ده موجود ما شاء الله على السطح يا جماعه. اقسم بالله اللي ما زرعش فايته نص عمره، لا عمره كله فايته. قوموا كده يلا وازرعوا واعملوا اللي انتوا عايزينه. عشان شفتوا الذره؟ مش حد يتوقع ان ده ذره. الذره ده يطلع هنا على السطح. الذره طالع ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين اللوف كده منور والباشن فروت. كل الحاجات الحلوه موجوده عندي هنا ما شاء الله اللهم بارك. يعني عايزه اقول لكم والله العظيم الواحد ما عادش يشتري اي حاجه خالص. ما عادش بشتري. هشتري ليه؟ كل حاجه موجوده عندي. صلاه النبي عليها ما شاء الله. كل حاجه اللهم بارك. ان كانت طيور ان كانت اي حاجه. يعني عايزه اقول لكم حاجه. تعالوا بصوا كده. شايفين البيض بتاع الفراخ ما شاء الله بيضه في كل مكان. ايه الجمال ده؟ احساس فظيع قوي ان كل حاجه موجوده عندك. عايزه اقول حاجه. مش عارفه انا متلخبطه النهارده ليه. حاسه لخبطه كده فظيعه مش عارفه من ايه. حاسه في لخبطه جامده كده حتى والله. رغم ان ما شاء الله كل حاجه جميله بس انا حاسه بلخبطه كده. مش مبسوطه. مش عارفه مش مبسوطه ليه. مش عارفه. والله حاسه اني بعمل فيديو وخلاص. كده وخلاص. مش منسجمه صراحه. اقعد شويه بقى. شويه هدوء كده. جو حر وصعب قوي وانا نازله على نفسي. نازله صعبه جدا.
اي نعم انا فرحانه باللي بيحصل وكل حاجه تمام يعني حلوه قوي، بس في نفس الوقت مش عارفه، حاسه ان المجهود والتعب والشغل ده رايح على الفاضي. يعني التدعيم بتاع اليوتيوب صعب قوي، يعني مشاهدات قليله، مش عارفه الحاجات دي مش بسطاني صراحه. طبعا احنا متعودين ان اي حاجه لازم يكون لها رد فعل، فمش عارفه يمكن مع الايام الدنيا تظبط بقى ولا حاجه، مش عارفه. نعملوا فيديوهات ايه اكتر من كده، زرعنا وعملنا وحاجات كتير. يلا ربنا كريم. بس بجد يعني عندي يأس كده، يأسانة. اول فيديو ابقى يأسانة فيه، اقسم بالله انا بصور فيديو وخلاص، يعني قاعده بصور فيديو وخلاص، بصور فيديو عشان انشره. حتى مش مرتاحه كده، اعمل فيديو عشان القناه ما تقعش بس. لايكات ضعيفه، مشاهدات ضعيفه. يلا صراحه مش قادره اكمل الفيديو. يلا سلام عليكم، مع السلامه.